مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله مناح. معكم اخوكم شريفو حافظ فردو يو. شكرا كتير كتير على هالرسائل الحلوه. الرسائل يلي بعتوا لي اياها على انستغرام عن جد كانت بتجنن، فحبيت اعملكم فيديو اسئله واجوبه ورد على الاسئله المهمه والمميزه يلي بحسها بتهمني وبتهمكم. فما رح طول عليكم وخلونا نبلش. عبدو عم بيسألني، عم بيقول شو أكتر غنية تعبت عليها من كل النواحي وشو هي أغنيتك المفضلة؟ بصراحة كل الأغاني مهمة لإلي وكل الأغاني مفضلة لإلي، بس أكيد في عندي أغنيتي المفضلة ألا وهو بانكن بانكن آزادي. سؤال تاني كمان من أحمد عم بيقول عم تفكر إنك تسافر على كردستان وتغني في الكامبات؟ طبعا كان في إلي تجربة مع الأخ سوزدار برازي الممثل، وأكيد إذا صح لي هالمجال أو إذا صح لي هالفرصة أكيد راح أجي. كرد 1 2 3 راح تعمل لسه أغاني راب كوميدية مثل قبل؟ طبعا في عندي غنية كوميدية قريبا جدا راح تنزل وكتير راح تعجبك. شيرو عم بيسألني ليش تركت ستايل هيب هوب القديم وستايل طرشكة؟ شيرو، مين خبرك اني تركت الستايل القديم؟ لحد هلا عم بشتغل بالستايل القديم وبالهيب هوب وبالريجيتون، واكبر دليل باجو باجو شريفو، استنفار استنفار، عندي غنية جديدة كمان كينا ونكينا ام كردن. فانا ما تركت الاغاني القديمة والستايل القديم يا حبيبي، وللاسف هذا السؤال عم بيتكرر كتير. ستايلي القديم انا ما تركته، بس للاسف بهالفترة الاغاني الريجيتون والاغاني الستايل الاسباني عم ينشهروا اكثر، فهذا مو مشكلتي يا شيرو. أحمد مام سلم عم يسألني مين وقف معك أول ما بديت؟ بصراحة ما حدا وقف معي يا أحمد، وأتوقع نص أو 3/4 المشاهير هيك. يعني بالبداية دائما البدايات صعبة، الإنسان لازم يجتهد ولازم يتعب لحتى يلاقي الفكرة ويلاقي الهدف تبعه. خورشيد عم بيسألني شو عم تشتغل بألمانيا وما عم تفكر تجي على قامشلو؟ بصراحة أنا بألمانيا خلصت الساينس تبعي، ولأني كنت بسوريا كنت عم بدرس علم الاجتماع وكان معي شهادة، فأنا هون عملتها وصدقتها، عملتها شهادة ألمانية. فأنا كنت عم بشتغل مرشد اجتماعي، ولكن هلأ فتحت مشروع فني جديد وقريبا جدا رح تشوفوه ورح تسمعوا عنه كتير. ما عم تفكر تجي على قامشلو؟ أكيد بدي، وكتير مشتاق للقامشلو. جوان، بعيدا عن الفن، بتفضل لا كاسا دي بابيل ولا باب الحارة؟ صراحة جوان سؤالك كتير حلو. هو أنا كذوق، يعني أنا عم شوف لا كاسا دي بابيل ما بتتقارن مع باب الحارة. يعني بحس لا كاسا دي بابيل بمستوى آخر، باب الحارة كمان يعني مسلسل حلو، ولكن عم بحس لا كاسا دي بابيل كمستوى احترافية أكتر وكفكرتها كمان شوية غريبة. باب الحارة كمان كان بالعكس مسلسل كتير حلو وكتير استمتعت فيها بأجزائه الأولى، بس للأسف لا كاسا دي بابيل كمان وباب الحارة كمان صاروا أجزاء وأجزاء وأجزاء، وبتعرفوا لما الشغلة بتصير أجزاء والشغلة بتصير تجارية شو بتصير فيها ملل. ولكن بالأخير لا كاسا دي بابيل طبعا. مصطفى، حلوة كتير ابتسامتك، شكرا مصطفى. زين اليزيدي، تحياتي لك من المكسيك. أهلا وسهلا أخي. خالد الرفاعي، أنا سعودي أحبك شريفو وأغانيك لا تمل. شكرا أخي، بتشرف فيكم. جانو عم بيسألني كنت عم تدرس بجامعة حلب شي؟ طبعا أنا كنت عم بدرس بجامعة حلب، وأكيد يا أنت شايفني أو سمعان عني. علالي عم تسألني إمتى الغنية الجديدة؟ طبعا أنا ما راح أجاوب، خلي عمر يجاوبكم. بعد يومين، خليكم متحمسين، الغنية نار. خليكم متحمسين. خالد عم بيسألني شريف أومري أنت وعمر حمو بتجننوا مع بعض، وعن جد كليب أوروبا كان كتير 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 حلو، يا ريت تعملوا أغاني وكليبات سوا وترفعوا راسنا كتير. شو عم تقول عمر؟ شكرا كتير 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 على هذا السؤال الحلو، وعن جد أنا بفتخر بهالكلام، يعني عن جد بفتخر لأني اشتغلت مع شريف. وأنا كمان أكيد بفتخر بعمر حمو الممثل السوري الناجح. يعني عمر موهبة كتير عظيمة وإلي شرف إني عم بشتغل معه. شكرا شكرا، أحلى شريفه. شيلان يوسف، شو هدفك من أغاني الراب وارتباطها بالواقع الاجتماعي؟ الراب هي نقد المجتمع، وأكيد أنا عم أنقد المجتمع، وأكيد هدفي إني وصل صوت شعبي وصوت ناسي للعالم.
الناس تفهمنا والناس تشوف معاناتنا. كاميران، أين يعيش السمك؟ يعني عن جد عمر كمان معي ما بعرف يعني وعن جد يا عمر هو سألني 20 مرة على البر. كاميران، سؤالك كتير صعب ورح أترك جوابه للمتابعين. اكتبوا للكاميران بالتعليقات أين يعيش السمك. فلك ناس، شكت نسبة حبك للإيزيديين؟ هي كاتبة شكت يعني هي من العراق. من العراق مو؟ أنا كتير بحب الإيزيديين شعب مسالم بحياتهم، ما أذوا حدا، وأنا كتير بحترمهم وبحترم ديانتهم وبحترم معتقداتهم. وهون خلصوا الأسئلة، وعن جد بتشكركم كتير. الأسئلة كانت كتير حلوة، وبوعدكم إني أعملكم فيديو تاني أجوا حسدكم.